السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الأمر إن شئت سهلا، فاجعل أمرنا كله سهلا. وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس Ambassador of Sales. واحنا بنكمل على الحلقات اللي فاتت، واحنا لسه لحد دلوقتي بنجمع العدة بتاعة السيلز تولز اللي احنا اتفقنا عليها. وحابب افكركم ان احنا بنشتغل ب 3 مديولز شغالين عليهم، هي النوليدج، ودي لسه احنا ما دخلناش فيها، والاتيتيود، والسيلينج تولز. احنا دلوقتي بنجمع العدة اللي نقدر نجهز بيها الشغل بتاعنا في السيلز. لان انت ما ينفعش تخش اي شركة، ما ينفعش تخش على اي عميل تبيع برودكت او سيرفيس من غير ما تكون مجهز نفسك. احنا كل ده بنجاوب على الاسئله. في المره اللي فاتت احنا اتفقنا ان انت تجاوب على 3 اسئله مهمين جدا: انت بتبيع ايه، والمين، وازاي، وايه هم منافسينك. ليه قلت لك جمع المعلومات دي؟ عشان حاجه مهمه جدا هتاخدها في الريكورد ده او في السيشن دي، هي انك ازاي تعمل المسج او تجمع معلومات قيمه عن المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، علشان تعرف تتكلم مع العميل بتاعك وتعرف مواصفاته، الا وهي الفاليو بروبوزيشن واليو اس بي مسج او اليونيك سيلينج بوينت. يعني ايه ده؟ ده اللي هنتعلمه في الريكوردد، بالاضافه ان احنا هناخد شويه حاجات تسهل علينا بعد ما ناخد الاساسيات نعملها بالاي اي تولز، وده الحاجات الادفانسد اللي احنا هناخدها في الريكوردد ده. بس في البدايه حابب اقول لك ازاي اعمل اناليسز للمنافسين بتوعي، علشان البياع الشاطر هو اللي يكون عارف السوق من حواليه شغال ازاي، او بنسميها احنا في البيزنس تركايه كده اسمها بيزنس ريسيرش او ماركت ريسيرش. وات ايفر الاسم بيختلف على حسب الجزء اللي انت شغال فيه. يعني هتلاقي الماركتير بيسميها ماركت ريسيرش، احنا في ناس تانية بنسميها بيزنس ريسيرش، في حد تاني بيسميها برودكت ريسيرش، انا بسميها سايكل سيلز ريسيرش، في حد تاني بيسميها بزنس انتليجنس ريسيرش، على حسب. بس هي في الاخر اسمها انفستيجيشن، يعني تجسس. انت بتتجسس وبتعمل ريسيرش ليه؟ عشان تطلع بمعلومه مفيده تقدر تستخدمها في الحاجه اللي انت بتعملها. طيب، في البدايه انا ازاي اعمل اناليسز للمنافسين؟ انا في البدايه اقول لك انت هتروح لمديرك او زميلك وتقول له قول لي مين هم اكبر 3 منافسين ليا في السوق، اقدر اشوف او اقول ان هم بينافسوني. سي الف وب وجيم، او اي وبي وسي. ادي منافس 1 ومنافس 2 ومنافس 3، واقدر احط لهم كرياتيريا، لان من الكرياتيريا دي او المميزات بتاعتهم دي اللي هتخليني اقدر اطلع لي انا اصلا ميزه، بخلاف المميزات اللي هتقول لي عليها الشركه او الفاليو بروبوزيشن اللي هتقول لي عليها الشركه. ليه؟ انا بشوف دايما، ما هو هقول لك على حاجه، ايه اللي هيميزك عن زميلك او ايه اللي هيخليك انت بياع شاطر؟ انك تعرف تعمل فرص وتفتح البيبان المغلقه ليك. انك انت قال لك مثلا مميزاتك ان انت بتدي ضمان اكتر من اي منافس، بس اعاده صياغه الكلام بالطريقه المناسبه للعميل تفرق من بياع لبياع. فانا بعمل كل ده ليه؟ علشان احط نقط في الحروف. خلاص، فانا عرفت في 3 منافسين اقوياء ليا. في واحد فيهم هو نقطه الوصول، عنده ستوك في جميع المحافظات فبيوصل بسرعه جدا. في واحد رخيص. في واحد سمعه بقاله 30 سنه في السوق. فانا عرفت مين هم المنافسين بتوعي، وعرفت ايه اللي بيميزهم. ليه؟ انا حطيت الماركت ريسيرش بتاعي وعرفت الناس دي بيميزهم 1 2 3، بحيث لما انا اروح للعميل انا مجهز شنطه العده بتاعتي اهو. يعني انا عايزك في جنبك كده نوت بوك، دي شنطه العده بتاعتك، جهز على جنب شنطه العده اللي هنحط فيها كل المعلومات اللي هنستخدمها بعدين واحنا بنكلم العميل. يبقى اول حاجه 3 منافسين 5 منافسين هتحطهم في شنطه العده، وتكتب لي كل جنب واحد اهم 3 مميزات عنده، عشان لما العميل يكلمك انا ليه اخد منك ما اخدش من غيرك، تكون انت عارف مميزات السوق او مميزات العميل اللي جنبك. ويا ريت تجيب لي ايه عيوبه، لان يقول لك لا ده بص ما عندوش ستوك، لا ده بيبيع في اوائل السنه ما بيبيعش هنا، لا ده بص عنده خدمه ممتازه ده ما عندوش انسون. كل ده هيفرق معاك جدا جدا جدا.
طيب ده ممكن يسهل علينا ازاي بالاي اي يا حسيني؟ سهله جدا. هتجيب الويب سايت بتاع اي حد، اكتب معايا ده. احنا طبعا في راوندز كتيره بنتكلم عليها انك ازاي اصلا تتكلم مع الاي اي، بس خلينا اسهل عليك الموضوع. هتخش على تشات جي بي تي او جيميناي او كلود، وات ايفر التولز اللي انت بتستخدمها، وتدي له الويب سايت ده، تقول له اكت از. يعني ايه اكت از؟ دي اللغه اللي انت بتتكلم بيها مع الاي اي تولز عشان يديك نتيجه كويسه جدا. ماركت ريسيرش، ماركتير، حلو. استراتيجيست، سبيشاليست ات بي تو بي سيلز، سيلز كونسلتنت، وات ايفر انت ممكن تكتبها. وممكن تكتب تسهل على نفسك لو انت مش قوي في الانجليش، تكتب على جوجل ترانسليت وتاخد كوبي وبيست، سهل جدا. وتدي له الويب سايت وتقول له طلع لي المميزات او الاسم، او تدي له الويب سايت بتاعك وتقول له طلع لي اكبر 3 منافسين في مصر للبرودكت او للشركه دي، وهيطلع لك المنافسين ده لو زمايلك او مديرك ما ادكش المعلومات الكافيه عن الموضوع ده. طيب دي اول حاجه. انا لسه بجمع ايه تاني احطه في شنطه العده بتاعتي. اهم حاجتين هتاخد في الفيديو ده التريكات بتاعتك دي، عشان دي اي شركه هتروحها في الدنيا لازم تعمل الحاجتين دول. ايه هما الحاجتين؟ يونيك سيلينج بوينت، ودي هتعملها ليك وللشركه، والفاليو بروبوزيشن. تعال نعرف ده ونعرف ده، وده هنعمله ازاي وده هنعمله ازاي. بص يا صديقي، يعني ايه يونيك سيلينج بوينت ويعني ايه فاليو بروبوزيشن؟ وتعالى نرجع ورا شويه، حاجه اسمها كور كومبتنسي، بس ده للبزنس ديفلوبمنت. ليه؟ اي كور كومبتنسي قال لك يعني الشركه دي قامت على ايه اصلا؟ شركه صاحبها مهندس ميكانيكا قوي، فالكور كومبتنسي اللي قايمه عليها الشركه ان الراجل ده مهندس ميكانيكا ففاهم في ميكانيكه السيارات، فهو عمل مديول بلاتفورم كويسه للسيارات، منها طلع فكره كويسه انه يعمل عربيه استابيليتي بتاعها كويس جدا، فده الايه؟ الفاليو. منها طلع يونيك سيلينج بوينت ان هو قدم لك قيمه مقابل سعر عن اي منافس للسوق الاوروبي، العلامه التجاريه كذا. ده موجود في السوق، موجود في السوق، بس تعال نسهل الموضوع وتعرف الفرق ما بين الاثنين. الفاليو بروبوزيشن واليونيك سيلينج بوينت، احنا زي ما اتعودنا هناخد ديفينيشن وواي وهاو. الديفينيشن ببساطه صديقي، اليونيك سيلينج بوينت اللي انت هتقدمه زياده عن المنافس، ذاتس ات، عشان بس ما تلاقيش تعريفات كتير جدا وديفينيشنز كتير جدا. ايوه انت هتقدم لي ايه زياده عن المنافس؟ المنافس رخيص، انت هتقدم لي ارخص منه، يبقى دي فاليو. ما بيدينيش ضمان، هتديني ضمان اكتر منه، ادي دي يونيك سيلينج بوينت. ما عندوش ستوك، عندك ستوك، دي يونيك سيلينج بوينت. بيوصل لي بشهر، انت هتوصل لي في شهرين، دي يونيك سيلينج بوينت. عندكش هو ما عندوش غير لونين وانت عندك 3، دي يونيك سيلينج بوينت. هو بيوصل لي الدليفري في ساعه، انت بتوصله له في ربع ساعه، دي يونيك سيلينج بوينت. هو بيديني ديسكاونت 10%، انت هتديني 25، ده يونيك سيلينج بوينت. وات وات ايلس؟ يعني انت بتديني ايه زياده عن المنافس؟ حلو. الفاليو بروبوزيشن ببساطه بين جيم مديول، وده اللي بتفرق طريقه كلامك معاه. يعني ايه فاليو بروبوزيشن؟ ايوه لما انا اخد المنتج ده هيعود عليا بايه؟ انا هيحل لي مشكله شكلها عامله ازاي؟ عشان كده في شباب كتير بتستغرب ما بين الفرق ما بين الفاليو بروبوزيشن واليونيك سيلينج بوينت، لان هم قريبين جدا من بعض. الفرق ببساطه، الفاليو بروبوزيشن لما يشتري المنتج بتاعك او خدمه بتاعك هيحس بايه؟ هيحل مشكله بتاعته شكلها عامله ازاي؟ اليونيك سيلينج بوينت لما يشتري المنتج بتاعك ايه اللي هيفرق عن المنافس؟ فدي طريقه ودي طريقه. طيب الفاليو بروبوزيشن مثلا سي واحد من الناس بتعمل ابلكيشن بتاع موبايلات، ابلكيشنز بتاع اجهزه كهربائيه. انا بشوف لما باجي اعمل ماركت ريسيرش، والله العملاء بتعمل اناليسز وتفضل تسرش على الفيسبوك والانستجرام وتشوف مثلا الجهاز الكهربي او التكييف ده موجود في انهي حته ارخص واحد، وبتسلكت براند معين وتشوف ارخص موجود عند مرشدي ولا عند كارفور ولا، وتفضل تدوخ. انا عملت لك ابلكيشن اهو، ده بين فين الجيم بقى؟ انا هعمل لك الموضوع ده بدالك. يبقى عملت موضوع مكانك، عملت شغلانه مكانك، ده انا لسه هو ما قدمتلكش. فانت لما تيجي تستخدمني انا عملت حاجه مكانك. اذا لما تيجي تشترك معايا الفاليو اللي انت هتاخدها ان انت الوقت، بص بقى اهي ادي فاليو بروبوزيشن، الوقت اللي انت هتضيعه ساعه ساعتين ثلاثه وانت بتشتري الجهاز عشان تفلتريت، انا عامله لك في دقيقه. ده البين جيم ديول. هتحل مشكله عند الراجل ده شكلها عامله ازاي؟ لما تيجي مثلا بتكلم ببيع تكييفات،
لما اجي اعمل الفاليو بروبوزيشن بتاعت التكييف، ما افضلش اتكلم قد ايه التكييف ده مصنوع من مش عارف بس ايوه لما اشتريه هيوفر لي كهرباء، ده الفاليو بروبوزيشن. طب اليو اس بي مسج ضمان 5 سنين، منافس سنتين. خدت بالك الفرق ازاي؟ طب ده انا هعمله ازاي يا حسيني؟ هتعمله من حاجه كويسه جدا 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 جدا. لما تيجي تاخد معلومات عن الشركه بتاعتك، انا ببيع برودكت ولا خدمه؟ ببيع برودكت، مثلا ببيع ادوات كهربائيه، حلو، ادي البرودكت. طب ببيع ادوات كهربائيه لمين؟ للمقاولين. المقاولين دول فئه كام؟ فئه رابعه، حلو. تعالى خش على اللي بعده. طيب انا ايه المميزات بتاعتي؟ المميزات بتاعتي ان انا عندي قسم فني قوي يقدر يساعدك في تسعير المشاريع، حلو. طب ايه الفاليو بروبوزيشن بتاعتي؟ ايه اللي انا هزوده لك؟ انا عندي تيم قوي من الهندسه يقدر يساعدك في تسعير المشاريع ويحل لك كل المشاكل. طب اليونيك سيلينج بوينت بتاعتي ايه؟ هديك كريدت شهر مش اي حد هيديهولك واسعار مميزه. ذاتس ات. طيب في خطوه مهمه جدا لازم نعملها قبل ما نخش على مين هو العميل المرتقب للشراء، وهي حاجه اسمها اي سي بي، ايديال كاستمر بروفايل. كل ده بحضر العده. اول حاجه حطيتها في الشنطه، انت بي تو بي ولا بي تو سي؟ تاني حاجه حطيتها في الشنطه، انت بتبيع ايه؟ لمين؟ ازاي؟ طيب ايه هي الفاليو بروبوزيشن بتاعتي؟ ايه هي اليونيك سيلينج بوينت بتاعتي؟ خلاص. طب تعالى تعمله على المستوى الشخصي ده قبل ما نخش على الاي سي بي. تعمله على المستوى الشخصي ازاي؟ انا عايز اعرف ايه هي مميزاتي وايه اللي يميزني عن اي حد تاني، عشان لما اتكلم مثلا في انترفيو واجي ابيع فكرتي او اجي اتكلم بالطريقه دي قدام الناس، هتكون شكلي عامل ازاي؟ لما تيجي تتكلم بالطريقه دي قدام الناس هتتكلم بطريقه كويسه جدا. انا بتاع ايه؟ خريج كليه تجاره جامعه القاهره، معايا ماجستير في اداره الاعمال من جامعه اسلسكا، وده خلاني اكون مؤهل لسوق العمل بالطريقه الفلانيه الفلانيه، وده اللي يميزني عن كذا 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 كذا، وليا خبره كذا كذا. تقدر تتكلم ايه اللي يميزك، ولما اجي تشتغل معايا هضيف لك ايه. طيب يبقى انا كده حطيت شويه حاجات معايا في الشنطه بتاعتي. انا كده جاهز لاول خطوه اقدر اعملها، اللي هي ايه؟ يعني انت لما نيجي نتكلم عن اليونيك سيلينج بوينت وعن الفاليو بروبوزيشن، وخلاص انا كده بقيت جاهز لاحسن حاجه ممكن تقدر تعملها. يبقى اذا الفاليو الايكويشنز بتاعتها ايه؟ البنفيتس على الكوست. عشان اجي اديك الفاليو، حلو، يبقى القيمه اللي انت هتعود عليا اكون مجهزها. يبقى لازم تكون واخد بالك مميزات البياع الشاطر، هو اللي يعرف يعمل كاستمر ريليشن شيب مانجمنت مع العميل. من خلال ايه؟ من خلال هو محضر معلومات قيمه عن المنتج بتاعه وعن السوق بتاعه وعن استخدام المنتج بتاعه، عارف كويس الكاستمر نيدز، وده اللي هناخده على مدار الكورس بتاعنا. بيعرف كويس قوي 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 المنتج بتاعه بيحل انهي مشكله، وده اللي انت عرفته من خلال الفاليو بروبوزيشن. لان الفاليو بروبوزيشن هي عباره عن ايه؟ حاجتين. لما تشتري، انت عندك مشكله حلها في المنتج بتاعي، فاذا لما تشتري المنتج بتاعي هتعدد فاليو عندك. مستحيل، ما هو انت لما تشتري منتج، او انت مثلا بتبيع ملابس، بتبيع هدوم، بتبيع موبايل، بتبيع، اللي بيشتري موبايل جديد ده يا اما موبايل قديم مش عاجبه شكله، يا اما بيهنج، يا اما عايز ابجريد، يا اما عايز يصور تصوير مختلف، يا اما او اللي بيشتري لبس عايز يحل بحاجه لاكجري، عنده مقابله معينه، عنده ميتنج معين، فانت هتحل له مشكله او هتادد فاليو. دي فاليو بروبوزيشن. ايه الميزه بقى؟ اللي هو ما هو هيشتري الاول بالفاليو وياخد قرار باليونيك سيلينج بوينت، لان هو هيقارن بينك وبين اي منافس. مهم قوي النقطه دي. يبقى احنا حط بقى في شنطه العده بتاعتنا ايه بقى؟ حط في شنطه العده، انا عرفت انا ببيع ايه والمين وازاي. يبقى انت جاهز لاول خطوه تجيب بيها اول عميل ليك، وهي البروسبكتنج. عشان نقدر مجهزين العده، ناقص لك حاجه مهمه جدا جدا جدا، هي اسمها اي سي بي، وهي ايديال كاستمر بروفايل، وهي تكوين مين هو العميل المرتقب للشراء. وده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.